توارثته الأجيال عن الآباء والأجداد ولا زال يلقى رواجا في الأوساط الشعبية. هذا الطقس يجمع بين المتعة والرياضة، فللعبة قوانين خاصة وللطائرات وصناعتها أسرار ومسميات. طوق ومد، زرق ورق وشريس، شيشة وتيرة وجقري وأم الأعلام، وأسماء أخرى يحملها طقس رمضاني وفلكلور عراقي كربلائي اسمه الطيارات، والتي تنشط في شهر رمضان بشكل واسع ولافت. هاي عادات قديمة، يعني من كنا من الصغر احنا وياهن نعرف هالسوالف هاي، فكبرنا على نماذجها. في شهر رمضان بس طقوس خاصة بس بكربلاء هاي الشغلة. احنا هنا عندنا اشكال الطيارات، الحواض والزايد، وعندنا اشياء مثلا الفي والنص ونص والجقري. الخيوط هم بيها انواع، اكو صليب يجي هذا بس غاره، الشيشه تجي غاره وقزاز، فهي يعني انواع، واكو شيشه جنيح، اكو تشيكي، اكو يصيحوا الاشكال انواع يعني، وهاي حسب الوان، اكو يصبغونه، اكو يجي لون من عدوا به هو، بعد الخيط مالته يجي قطني اصلي هذا. وانثى له عصريه رمضانيه، يعني فشي حلو هنا في محافظه كربلاء، الحمد لله والشكر. احنا يعني كل سنه هنا، يعني من اول رمضان لنهايه رمضان حد العيد. هذه الرقيقة الأنيقة تطير حاملة عطر الذكريات عن أيام الطفولة والصبا، فراحت تجمع الكبار والصغار. كل كربلاء كانت تصعد الطير فوق السطح، الكبير والصغير وكلها الطير، يدقون قبل بيوم شيشة فهمت، ويسوون طيارات ويصعدون بالسطح. احنا بالسوق نطير طيارات، حتى فانوس نخلي بيه شمعة هناك بنصه ونطير به، يطير بالليل بالظلمة، يروح وين ما كان الطيارات. لا تخلو هذه اللعبة من المنافسة، إذ أن ساحات المنازلة والتي يطلق عليها المذباب تشهد تنافسا كبيرا لمن يسقط طائرة الآخر، وهناك من وجد متعة في جمع غنائم هذه المنافسة. وليس غريبا أن يتحدث المتنافسون عن قواعد وقوانين لهذه اللعبة. المذباب حكم كل قوانين، يعني إذا ياخذك فوق لازم تجره، إذا جرك مثلا على إيدك اليمين لازم تطي ديل، زين، لأنه قوانين بيها، مو بس تجي وتجر أو تطي ديله، لا تنقص. يعني يضربها على يديك لازم تلزم، يضربها قده لازم تروح له يا لزيق، يعني كلها قوانين، يعني اللي يتذابب غلط تروح طيارته. ألعاب شعبية يتوارثها الأبناء عن الآباء عن الأجداد. لعبة الطائرات الورقية الرمضانية في كربلاء لعبة تجمع الرياضة بالمهارة والفن والتركيز، فضلا عن الألفة والمحبة المجتمعية. ماجد الخياط، العراقية نيوز، كربلاء المقدسة. توصية طبية خاصة